السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ مبارك عاملين يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقه جديده معاكم النهارده، مكملين في سلسله الفيديوهات القصيره اللي وعدنا حضراتكم بيها. هنتكلم النهارده في حلقه جديده مستهلين كل حلقه بايه من كتاب الله. النهارده معانا الايه 88 في سوره النساء. ربنا عز وجل بيقول: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. دي كانت ايات النهارده. ندخل في حلقه النهارده على طول. لو كنت مركبه يا دكتور طربوش على السنه اللي قدام اللي هي اللاترال، تاني سنه بعد السنه الاماميه دي، وفجاه وانا باكل عليها حاجه ناشفه اتكسرت، المفروض اعمل ايه؟ على حسب الكسر. لو كسر جامد جدا السنه دي ضعيفه، بتضطر انك تركب لها دعامه، يا اما بتعمل لها كور بيلد اب اللي هو عباره عن نوع تاني من الحشوات، بيكون اقوى من الحشو العادي الكومبوزيت، بيكون متين عشان يقدر يستحمل السن، لان السن ايه، تبقى خلاص يعتبر الكرام بتاعها اتاكل، فمش هيقدر الطربوش يمسك على الهواء. فانت بتحط حاجه قويه من تحتيها عشان تدعم الطربوش من بره ان هو ايه، يكون قوي ويستحمل العض عليه، او لو انت ايه قطمت عليه حاجه ناشفه. فان شاء الله بيبقى ايه يعني دايما ليها حل، مش تقول انا ارميه. ده الحل ده بيكون افضل من انك انت تعمل ايه، طربوش من الاول، للناس اللي هي مثلا بتستغلها او كده. اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.